لما نزلت سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، سمعها ولا مش سمعها السورة دي؟ سامعها أكيد يعني. أيوة. عرفها كذلك. فلما نزلت هذه الآيات تقول الرواية حسب الروايات الموجودة في كتبكم أرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن قل تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. سمعني؟ الغرانيق. لا الرواية ليست كذلك. لا الرواية ليست كذلك. أمال إيه؟ يعني تذكرت هذا موجود عندنا في سيرة ابن هشام، المنطق ليس بهذا. الرواية نقلتها نقلا مجتزأ، هذا ليس كلام رسول الله. تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، هذه قالها أحد مجرمي قريش، يعني لما سجدوا في نهاية الآية. أيوة فكرة كويس. أيوة سجدوا أرادوا أن يبرروا لجمهورهم سبب السجود، فقالوا أنهم سمعوا يعني اللات والعزى. طيب أنا أجيب لك المصادر. أحال لهم الشيطان أنه قال تلك الغرانيق العلا. اسمع أنا أجيب لك المصادر من كتبك. أيوة هجيب لك المصادر من كتبك. اسمعني أخي الكريم. لا ثواني ما تخافش كتبك، ما تخافش والله أنا هجيب من كتبك. لا ما تخافش. أنت خايف ليه؟ هدي يا مصطفى. خايف ليه؟ هدي. ده كتاب صحيح البخاري يا مصطفى. ده كتاب صحيح البخاري. سامعني؟ نحن دخلنا في موضوع آخر أخي الكريم. لا هو نفس الموضوع. انت تقول لي انا عاوز العصمه، بعدين تقول لي الانبياء معصومين فقط في التبليغ، وانا اقول لك انه لا، حتى في التبليغ عندكم مش معصوم، لان الشيطان قد القى له والعياذ بالله وحاشا رسول الله صلى الله عليه واله، فقال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا ترتضى. انت قلت حاجه تانية خالص، انه الكفار قالوا كده. لا ما قالوش الكفار، الروايات موجوده في كتبكم وحتى في البخاري، رغم ان البخاري دلس في الموضوع ده. الرواية موجودة كاملة مكملة بأنه قال والعياذ بالله وحاشا الرسول. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في موضوعنا شبهات حول القرآن. الشبهة التي نتحدث عنها اليوم هي الشبهة الأشهر التي يلوكها بعض الناس بألسنتهم وهم يتحدثون عن القرآن، شبهة الغرانيق. تتلخص هذه الشبهة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث كفار قريش وكان يقرأ عليهم بعضا من سورة النجم، ففي آخرها سجدوا لله عز وجل مع سجود النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وهنا نفتح كتب التفسير في تفسيرهم لقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ذكر المفسرون قصة لا تصح، هي قصة الغرانيق. ماذا ذكروا؟ قالوا حين كان الله عز وجل يقول أفرأيتم اللات والعزى، نقلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قالوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الشيطان في تلاوته عند أمنيته، يعني في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقالوا الغرانيق هي الأصنام، فصار كلام الشيطان ما ألقاه الشيطان متداخلا مع وحي الله عز وجل، فقالوا إذن القرآن يدخل عليه وحي الشيطان. طبعا قبل أن أتحدث عن صحة هذه القصة وضعفها، أقول لو تأملنا الآية نفسها لوجدنا أنها تقول فينسخ الله، أي يزيل الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، فهذا كاف في دفع هذه الشبهة. أقول هذه القصة قصة غير صحيحة، قصة موضوعة لا تصح بحال،
وإن وردت في كتب المسلمين. أنبه إلى قضية: ليس كل ما يرد في كتبنا صحيح، بل ليس كل ما يريده العلماء في كتبهم هم يعتقدون صحته أصلا، لا، هم يروون الكثير من الصحيح والضعيف والموضوع، يروون كل ما جاءهم من العلم، إلا من اعتقد صحة كتابه، من اشترط الصحة في كتابه كالإمام البخاري والإمام مسلم، فهذان لا يدخلان إلا ما يصح عندهما. لكن عندما يروي الطبري في تاريخه أو حتى في تفسيره فهو لا يشترط الصحة في كل ما ينقل. لذلك علينا أن نقرر قاعدة يقولها ابن الكمال رحمة الله عليه: كتب التفسير، كلام ابن الكمال، كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة، بالأحاديث مش الضعيفة، بالأحاديث الموضوعة. وأضعف هذه الأحاديث قصة الغرانيق. هذه قصة الغرانيق لا تروى مرفوعة عن الصحابة، هي في الجملة مروية عن التابعين كسعيد بن جبير وأبو بكر بن الحارث وأبو العالية، فهي غير مروية عن الصحابة. لم تتصل إلى الصحابة إلا من حديثين أو من روايتين. الرواية الأولى رواية الكلبي، وهو متهم في دينه وحفظه لا يصح الاستشهاد به عند علماء المسلمين. هذه الطريقة الأولى، الكلبي نسبها إلى ابن عباس. الرواية الثانية رواها البزار من طريق أمية بن خالد إلى ابن عباس رضي الله عنه، مع تنبيهه نفس أمية ينبه أنه شك في رفعها، يعني هو غير متأكد هل هي موقوفة على سعيد بن جبير أو أنها مرفوعة إلى ابن عباس رضي الله عنه. الراوي نفسه في نفس الرواية في مسند البزار غير متأكد، يقول عن ابن عباس فيما أحسب، يعني أنا ماني متأكد، أنا شاكك، فهو شاكك في هذه الرواية. يقول البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا الذي الراوي غير متأكد من رفعه، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير. إذن هذه الرواية اللي هي أفضل الرواية رواية شك فيها راويها في رفعها، والصحيح أنها موقوفة على سعيد بن جبير، فبالتالي هي رواية غير مقبولة. الإمام البخاري والإمام مسلم في الصحيحين ذكروا قصة سجود المشركين التي وردت في نفس السياق سورة النجم، ولم يذكروا قصة الغرانيق هذه، مع أن الرواية تكررت في البخاري وفي مسلم فيما يقرب من 6 أو 7 مواضع، لكن مع ذلك لم يذكروا في واحدة منها هذه الزيادة الضعيفة. أيضا رواية ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود، ورواية أحمد عن المطلب السهمي ليس فيها هذه الزيادة، مع أنهم كانوا ممن حضروا هذه الواقعة، بينما ابن عباس رضي الله عنه لربما لم يكن قد ولد حين حصلت هذه الواقعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أصلا هي غير مرفوعة إلى ابن عباس حتى نتحدث عن رواية ابن عباس رضي الله عنه لها. هذه القصة ضعيفة من جهة إسنادها ومنكرة من جهة متنها. أول من نبه على بطلان هذه القصة ابن إسحاق الذي رواها. من رواة هذه القصة ابن إسحاق في سيرته، وهو رحمه الله كان يعتقد ضعفها. يقول الإمام أبو حيان: سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية فقال، الكلام لابن إسحاق الذي يرويها: هذا من وضع الزنادقة، هذا من وضع الزنادقة. ويقول أبو حيان: وصنف في ذلك كتابا. إذا هو روى القصة في كتابه، وله كتاب آخر للتنبيه على ضعفها. إذن القصاص ليس كل ما يحكونه يعتقدون صحته. ابن كثير يقول: لم أرها مسندة من وجه صحيح. ويقول: وقد ذكرها محمد بن إسحاق لصاحب السيرة في السيرة بنحو من هذا، وكلها أي كل أسانيدها مرسلات ومنقطعات، ما فيها ولا إسناد يصح. ابن خزيمة رحمة الله عليه يقول: إنها من وضع الزنادقة، إنها من وضع الزنادقة. أبو حيان الأندلسي يقول، وهو ينقل عن البيهقي: هي غير ثابتة من جهة النقل. وقال أي البيهقي: إن رواتها مطعون عليهم، وليس في الصحاح،
ولا في التصانيف الحديثة شيء مما ذكروه فوجب اطراحه، ولذلك يقول نزهت كتابي عن ذكره فيه. كتابي ما أضع في مثل هذه القصة لتفاهتها ولضعفها. القرطبي يقول وضعف الحديث، حديث الغرانيق، مغن عن كل تأويل، ما يحتاج أي تأويل لأن القصة ضعيفة وساقطة. ابن حزم يقول والحديث الذي فيه وإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فكذب بحت لم يصح من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به، إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. هذا كلام علماء المسلمين كلهم رافض لهذه القصة. القاضي عياض يقول هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. هذه القصة العلماء مطبقون على ضعف سندها. لم أجد من حسن هذه الروايات إلا ابن حجر رحمة الله عليه، مع أنه نبه إلى أن أسانيدها كلها منقطعة، لكن قال لتعدد مخارجها يحسنها رحمة الله عليه، مع أنه لا يفهمها بالمعنى الذي يفهمها أصحاب هذه الشبهة، فإنه يقول إنما قال الشيطان بين سكتات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفرأيتم اللات والعزى، في أثناء سكتاته قال الشيطان، لكن هذا القول لن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحسنها لتعدد مخارجها مع اعترافه بأن كل أسانيدها منقطعة ومعضلة. وقد رد عليه العلماء وبينوا أن مثل هذه الأسانيد لا يتقوى بعضها ببعض، فبالتالي تبقى الرواية بإجماع أهل العلم ضعيفة بل موضوعة لا يصح الاحتجاج بها، ومخالفة ابن حجر أو غيره لن تمنع مثل هذا الإطباق العظيم لعلمائنا. فاصل قصير.